السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الواتساب بيزنس او الواتساب للاعمال، وهو برنامج مجاني موجود على جوجل بلاي، وهسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف تحت. هو فيه كل مميزات الواتساب العادي. الواتساب العادي قلنا كل مميزاته قبل كده وازاي نحميه في فيديو قبل كده، هسيب لكم برضو الرابط بتاعه تحت. وزيادة عن المميزات دي مميزات الأعمال زي الرد التلقائي ورسالة الترحيب والرد خارج أوقات العمل والكتب. هنفتح الواتساب للأعمال. أنت ممكن تسطبه على نفس الموبايل مع الواتساب العادي، بس يكون في رقمين، رقم الواتساب العادي ورقم الواتساب العمل، ما ينفعش يبقوا الاثنين على رقم واحد. هنفتح الواتساب وبعدين الثلاث نقط فوق شمال ادوات الاعمال. هنا هندوس على ملف النشاط التجاري ونكتب بقى اسم الشركة ونوع النشاط التجاري والوصف، شركة بتعمل ايه وكده، والعنوان عشان لو حد حب يجيلك، والمواعيد والبريد الالكتروني، الايميل بتاع الشركة، والموقع، وفي رقم التليفون. ننزل هنا على رسالة الترحيب نفعلها، ندوس هنا ونكتب الرسالة اللي احنا عايزينها. كده اي حد هيفتح الشات ما بينه وما بينه هتجيله رسالة الترحيب دي. وهنا بنحدد مين اللي يستلمها، هل كل اللي يفتح الشات، ولا كل اللي مش محفوظ في دفتر العناوين، ولا كل باستثناء ونختار مين، ولا الناس معينة فقط. نعمل حفظ. وفي رسالة خارج أوقات العمل، دي لو حد بعت في خارج أوقات العمل اللي احنا محددينها قبل كده تجيله الرسالة دي. وبرضه المستلمون هنا. فكده أي حد هيبعت لنا رسالة بره أوقات العمل اللي احنا حددناها قبل كده في الوصف هتجيله الرسالة دي. وفي هنا الردود السريعة. هنا رد أنا عامله اهو: نرحب بكم وبانتظار ردكم، والمفتاح بتاعها خدمتكم. ممكن نضيف هنا أي رد تاني، اختصار هنا اللي هو المفتاح، وهنا الرسالة، بحيث إن أنا بعد كده لما أجي أعمل شات هكتب المفتاح ده هيطلع لي الرسالة على طول. وفي هنا الكتالوج. الكتالوج هنا ده لو ضفنا إضافة عنصر جديد هنقول اسم العنصر والسعر والوصف، وممكن هنا رابط الموقع، وهنا كود العنصر لو هعمل له كود، وهنا صورة. أنا ضفت هنا هم حذاء واحد، ادي الصورة وده سعره. ممكن اعمل ايديت، اكتب هنا بقى الوصف واحط الرابط لو في رابط، وده الكود بتاعه. فهاجي هنا مثلا بس اتاتش، ادوس كتالوج، ابعت له الحذاء. كده انا بعت له الحذاء جاهز بالسعر، لو في لينك على موقع ببعته له بالكود. ممكن ابعت له الكتالوج كله، رسالة كتالوج. كده انا بعت له كل الكتالوج، هيخش هيلاقي كل الايتم دي، يختار منها ويبعت. الكتالوج ده مهم جدا وممكن نستخدمه في حاجات كتير. يعني لو الصيدلية مثلا ممكن تحط بعض الايتم اللي هي المهمة اللي عايزة تتباع، بحيث ان اي حد بيتعامل مع الصيدلية عن طريق الواتس يبقى يقدر يشوف كل الكتالوج دي ويخش عليها يختار زي ما هو عايز. ولو اي نشاط يقدر يحط الايتم بتاعته، حتى لو ايتم خدمية يقدر يحطها ويحط السعر والوصف. فاللي يتعامل مع الوصف يبقى كل الكتالوج ده قدامه بسهولة، يقدر يختار الايتم اللي هو محتاجه ويسأل عليه. وفي هنا اعلان، ده هيخش هيعلن، هنختار منتج معين، اختار منتج معين، ده هيبقى الاعلان ده على الفيسبوك، واللي هيرد على الفيسبوك على الاعلان هيجيلك على الواتس.
يعني هيفتح معاك شات على الواتس ويكتب ويكلمك على الواتس، مش هيكلمك على الفيسبوك. ولو دخلنا هنا على شات عادي ودوسنا اتاتش، رد سريع، في هنا ردود سريعة هنا، مجرد ما ندوس عليها وسنت كلها ردود انا ممكن ابقى مسجلها جوه في الردود السريعة، واخش هنا ادوس عليها على طول. بس ممكن ادوس هنا تاتش رد سريع، في شكرا، في خدمتكم، وفي ملف النشاط التجاري، في العنوان، وفي ساعات العمل. ممكن ابعت اي حاجة منهم كده، انا بعت ساعات العمل، فده هيوفر عليا كتير بدل ما اقعد اكتبهم كل مرة، لان انا مسجلهم عندي ومجرد ما اختارهم هيتبعتوا على طول. وفي ميزة مهمة جدا في الواتساب للاعمال، خش هنا ادوات الاعمال، خش هنا رابط قصير، ده هيدينا رابط، الرابط ده ممكن نشاركه مع اي حد بحيث ان هو يخش يتكلم معانا على طول. والرابط ده مش مرتبط برقم تليفون، يعني لو غيرت رقم التليفون بتاع الحساب ده هقدر استخدم نفس الرابط عادي. وممكن نعمل له شير من هنا، نرجع في ملف النشاط التجاري في رقم التليفون، هنا ممكن بسهولة نغير رقم التليفون، بالتالي ندخل الرقم القديم والجديد ونغير رقم تليفون الحساب، وفي نفس الوقت الرابط اللي احنا عملناه قبل كده ما يتغيرش. وممكن من الكتالوج نخش على اي ايتم نعمل لها رابط لوحديها، ده كده رابط بتاع الايتم ده تحديدا. وممكن من هنا نخش مشاركة الرابط، ده الرابط بتاع الكتالوج كله، ممكن برضو نبعته في الواتساب بيزنس. ممكن نختار الاكونت وبعد كده من فوق العلامة دي ليبل، نعمل له ليبل، نخش هنا في زبون جديد، في طلبية، في لم يدفع بعد، مدفوع، تم الطلبية، وممكن نضيف تصنيف جديد ونحط فيه اي حاجة احنا عايزينها. فانا هختار مثلا واخليه طلبية جديدة حفظ. يوزر تاني اهو معمول له ليبل اصلا، معمول له ليبل زبون جديد، هنسيبه زي ما هو. طبعا الموضوع ده يبان لما يبقى فيه اكونتات كتير. هنيجي بقى نفلترهم، 3 نقط شمال فوق، التصنيفات، زبون جديد، يبقى عندنا الاكونتات اللي هي زبون جديد بس، وهكذا. وده طبعا يساعدنا في ان احنا لو عندنا اكونتات كتير بيجي عليها طلبيات كتير يبقى مصنفينهم. وبالمناسبة لما نخش على ادوات الاعمال كتالوج، لما نحب نعمل اضافة، سواء اضافة عنصر او اضافة مجموعة، بيحصل عليها مراجعة بعد ما نحط الصورة وندخل الاسم والكود ونعمل حفظ، بنلاقي مكتوب تحت المراجعة، تفضل تحت المراجعة تقريبا من 6 ل 12 ساعة، وبعد ما تتراجع بتنزل عندنا في الكتالوج وتقدر ساعتها تستخدمها، واللي انت بعت له الكتالوج يقدر يشوفها. وبكده نبقى خلصنا اهم حاجات في الواتساب بيزنس. تابعونا ونشوفكم في الفيديوهات القادمة. مع السلامة.